برافو، برافو، حقيقي برافو. يعني سقف، سقف والله، سقف سقف سقف. 6 ماتشات في 15 يوم، سقفة جدا. 6 ماتشات في 15 يوم، ضغط كبير جدا. برافو. انا انا برضو برافو على اتحاد الكوره، برافو. برافو على الحكم. برافو على الصفحات الاهلاويه. هتقول لي داخل الصفحات الاهلاويه، اقول لك عشان بسيوني. اول مره اشوف ناس بتقول ان بسيوني جالنا يجاملنا عشان هو راح كاس مصر في نهايه بتاع كاس مصر اللي فات ده، اللي احنا خدناه من بيراميدز. كان بسيوني ولا ماسكه. فالناس قالت ايه، الاهلاويه بس، صفحات الاهلاويه، اللجان والناس الحلوه دي، قالت ايه؟ قالت ده هيجامله. ايه الضحك ده؟ بسيوني يمسك يدير ماتش الزمالك؟ ده هو ده زملكاوي. ده الماتش بعنوان العب. ماتش بعنوان العب كمل. ايه ده؟ في حد وقع على الارض؟ فكك. في حد اتضرب يا ابني؟ فكك. انا هلعب، انا هلعب. عبس، عبس. انا بس حبيت كده ايه ابروز اتحاد الكوره والحكم. لازم حتى كده ابروزهم. 6 ماتشات في 15 يوم، والحكم الجميل الامور اللي بعنوان العب، اللي اعطاها ضربه جزاء انا مش فاهمها. يعني في قانون المفروض اساسا ان دي متحسب ضربه، بس انا مش فاكر القانون. بس انا هكتبه لكم. هكتبه، والله هكتبه. يعني شوف ده القانون. ده بيتطبق على كله ما عدا الزمالك. ده اللي بيتطبق على كل ما عدا الزمالك على طول. جت في العارضه وربنا نصرنا. يجي الجون التاني والاول اللي هم مستحقين جدا من لعيبه سيراميكا، لكن انا مجهود مفيش. وكمان لازم اتكلم عن في غلطه لما اعتمد جمال عملها. هتقول لي ايه الغلطه؟ انه يلعب ب 3-4-3، انه لسه فاكر يلعب محمد اسماعيل مدافع. يعني عارف لو لعبها في ماتشات فاتت كنت هقول ماشي ليه، هو شفته. لكن لا، لكن لا خالص. ما ينفعش حسن يلعب مدافع. لازم يلعب مدافع ك... اتنين. ما يكونش هو تالت. انا كنت نفسي ان هو كان يلعب 6، بس ما لعبش 6، لعب ب 3-4-3. انا قسما بالله اول مره اشوف يعني انا اول مره اشوف نفسي انا بلعب كوره لما نزل بنتايج. هتقول عبد الله، والله انا عبد الله كنت مبسوط انه نزل وعمل كام كوره، بس لا. عودي لا، ناصر منسي لا. ايه بنتايج اللي كان بيتأهل شهر. يعني ايه بيتأهل شهر ده؟ طب ليه ما نزلتوش الشوط التاني؟ طب احمد ايشو يا جماعه بيخطئ في يا جماعه. اسلام عيسى هو من احسن لعيبه اساس سيراميكا، هو بيعدي منه بسهوله. بيقابل دايما حسام عبد المجيد. هو دايما بيقابل حسام عبد المجيد. ايه العته ده؟ ايه العته ده؟ طب انا مثلا شفت ايشو كده، طب انا ما انزلش الشوط التاني على طول؟ ليه انزله في الاخر؟ ليه كده؟ ليه يا جماعه؟ انا نزلت بنتايج، لقيت بنتايج، لقيت باك. او ماشي باك، بيسلم ويستلم ويجري. عمر جابر مش موجود. المفروض محمد ابراهيم هو اللي ينزل. انا اساسا عمر جابر لازم يركن بقى شويه الموسم ده. محمد ابراهيم هو اللي يلعب. طب كده بهزر. عمر جابر ده ضايع الماتش ده. محمد ابراهيم انا كان نفسي ده اخوان بزيره عطاها كذا مره لعمر جابر. لا، عمر جابر ما بيعرفش يعمل حاجه، ويفضل واقف ويفضل واقف يعمل كده ويرجع ورا. فاخوان بزيره لحد ما زي منه لقيت كوره كده. المفروض يعني ككره قدم ان هو لازم يسلمها له. يعني المفروض يعني لازم تسلم الكره دي للباك. طب انت ليه مش بترفع؟ ما بتجربش ليه؟ انا يا جماعه نفسي اشوف باك بيرفع. يا جماعه انا ما شفت بنتايج، انا بزغرط. بيسلم ويستلم ويجري ويتحرك. بس لا 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 لا. شوط اول يعني جه جون بالحظ من محمد اسماعيل. بعد كده ما شفتش حاجه. شفت ان الزمالك بيلعب كوره اول ما بنتايج نزل. لقيت بان الزمالك بيلعب كوره، لقيت ده الزمالك، لقيت كابتن معتمد جمال، لقيت كل حاجه. في اخر 20 دقيقه تقريبا، ما اعرفش نزل في الدقيقه كام. نزل في اخر دقايق. لقيت بقى بنتايج، لقيت كوره، لقيت الزمالك بيروح، لقيت الزمالك بيجي. بس ده مش كوره. ان انا العب كل عدد الماتشات دي في 15 يوم، ده اسمه الحاد كروي. ده اسمه كده.
ده ما ينفعش يبقى كوره، ده ما ينفعش اصلا. والحقيقه انا عندي مشاكل، عندي مصايب مش مشاكل في الكرات الثابته اللي هي ركنيات. عندي مصايب وكوارث، عندي مصايب وكوارث في الدفاع اساسا عموما يعني، بس بتمشي. بس انا عندي في ركنيات انا دخل فيها كام جون ركنيات؟ انا دخل فيها 3 تقريبا، 3 من اول ما اعتمد جد جه. ما استقبلتش جون اللعب مفتوح، خلي بالك ما استقبلتش جون لعب مفتوح. بس انا لما اشوف يعني ان يجي الجون ده ركنيه تاني، وفي 60,000 ركنيه جم اساسا يعني اساسا. لو سيراميكا دي كان عندها محمد الشيبي كان زمانهم دلوقتي هم مش اول الدوري، هم زمان دلوقتي واخدين الدوري، واخدينهم. عندهم تكتيك، عندهم حد مدرب كرة ثابته. اللي انا اساسا بشوف اساسا مدرب كرة ثابته ده لازم يجي والمدرب معاه، او يجي يعيش، هو يجي يعيش في الزمالك والمدرب بقى يتغير ما يتغير. مدرب كرة الثابته ده هو اهم حاجه في الدنيا. حتى الناس اللي تفتكر ايام جروس كان مساعد المدرب بتاعه كان مدرب كرة ثابته. دلوقتي حاليا اساسا هو بقى مدرب. فكرة مدرب كرة الثابته ده مهم جدا. ان انا مش عارف بقف غلط، هم بيقفوا صح وعارفين يعملوا ايه بيسووا ايه. في تضييق المساحات هم ملوك تضييق المساحات. يعني انت مثلا ضايقت عليهم مساحات، يا لهوي دول بيفرحوا قوي. توسع عليهم مساحات، يا لهوي بقى يفرحوا برضو اكتر. علي ماهر ادار الماتش كويس، انا مش هقولك هو ادار الماتش كويس. بس انا ايه ليه دي في لعيبه كان لازم انها تلعب واساسي لانها نزلت احتياطي. بالداك اللي بتاهل شهر ده ما بيلعبش ليه مثلا اول ماتش كامل؟ كنت اشوف يا عم حصل مشاكل ايشو موجود لو كان حصل مشاكل. لكن انا عارف ان ايشو لازم الوينج اللي معاه ما يكونش المهاري قوي، هيعدي منه. هو على فكره ايشو على فكره ابتدى انه يفقد اساسيات المركز، لكن برضه لسه هو برضه انا مش هعتمده باك. محتاج اساسا مكمل غذائي عشان بس يبقى كويس. يعني ايشو ده محتاج مكمل غذائي. وعلي ماهر عمل كوره حلوه في ايه بقى، عمل كده في تكتيك حلو انه مسك نص الملعب بيعمل ميديم بلوك. لما الكوره تبقى معاه ميديم بلوك همسك نص الملعب. الدفاع بقى ايه مهما تعمل، انا عارفك هتعمل ايه، هتعرف ترفع بقى ايه للمهاجم نص الدين جزيري. ده هو اللي بيعملوه. مش هتدي نص الملعب ممسوك. انا ماسكك، محدش هيستلم. احنا ما عملناش غير يعني كوره او كورتين. خوان بتزيرة استلم الكوره، الدنيا فاضيه، طال احمد حمدي هديه بيقول له كل سنه وانت طيب. شوطها مفيش ما شوطهاش، ما عملش اي حاجه. ليه؟ انا مش عارف. احمد حمدي بيلعب ليه اساسا؟ يعني انا احمد حمدي اساسا كنت دايما زعلان ان هو ما بيلعبش، بس انا حرفيا بجد لا، هو احمد حمدي بيلعب ليه اصلا؟ احمد حمدي لا مفيش خالص، ما عندوش اي كور، ما عندوش اي حاجه، ما حدش يقول لي اي حاجه عن احمد حمدي لان احمد حمدي ضايع. وبعد الميديم بلوك كان بيعملوا هاي بلوك بقى قوي، بس يعني او ضغط بقى شديد قوي بقى. كان بيعملوا امتى اول ما لما الكوره تبقى مع مهدي سليمان، عشان ما عارفين ان مهدي سليمان اول ما ياخد الكوره هو هيبص للدفاع. فبيعملوا بقى ايه هاي بلوك بقى جامد قوي كده عشان نعرف نستلم الكوره. انا ما عملتش كده. انا ابتديت ان انا اعمل كده في اخر الماتش، ابتديت ان انا يبقى عندي 2 ماسكين عشان اخلي بسام هو اللي يرفعها بدل ما يعملها. وكنت ممكن على فكره ان ناصر منسي مثلا يديها واحده. ما انتوا يا جماعه ماتش ايام ايمن الرمادي، انا فاكر الماتش ده في اول 10 دقايق ولا اول 15 دقيقه لقيت ناصر منسي البسام بس بيهاوشوا فجاه مره واحده ناصر منسي جابها جول. انا يا جماعه على فكره اقول لك حاجه، انا مش معترض على الخروج من كاس مصر، لان انا عندي بطولتين هم اهم من كاس مصر دول بكتير. كده الاهلي والزمالك طلعوا بره البطوله، يعني دي اول مره من 12 سنه تقريبا يعني. بس انا عايز اعرف بس اقول مش معترض، بس هعترض قوي لو الكونفدراليه او الدوري المصري حاجه حصلت فيهم، حاجه حصل مشكله، حصل اي حاجه، انا بقى هتضايق وهعترض وهزعل. بس انا عايز افهم
الكونفدراليه دي انت هتلاعب نادي اسمه اوتوهو في الكونغو، ماتشاته كلها في العوده، فالدنيا سالكه ان شاء الله. وعندك برضك مصر هيلعب شاب بلوزداد اللي هيكسب منهم على لعبه. شاب بلوزداد اصلا ضايع، فانت نص النهائي احتمال كبير قوي اصلا تلعب المصري. حاجه حلوه، حاجه حلوه ان انت اساسا ماتش الرايح الجاي بتاعك في مصر، وتقريبا ممكن يبقى في نفس الملعب، فانت عارف انك تلعب، فانت عارف ان انت ممكن تكسب الماتش ده. بالذات انك عارف ان انت المرشح الاول للبطوله، وان انت هتعرف باذن الله انك تكسبها، وان انت مرشح جدا انك توصل نهائي. انت 90% المفروض يعني انك توصل نهائي. انت تعدي نادي اوتوهو، هتلاقي شباب البوزدادي المصري واحد في الجزائر، والجزائر يعني مع احترامي ليهم ضايعين في البطوله. وعندك المصري، تقدر باذن الله انك تعرف انك تكسبه. المصري ما كسبكش ولا مره، فانت عندك ايه؟ نهائي بين ايه؟ مين؟ الوداد. انا مترشح جدا ان الوداد الاول هيبقى نهائي، وانت باذن الله هتعرف تكسب، لان انت بتعرف تكسب النهائيات دي. النهائيات دي بتاعتك. خش يا شباب على فقرة تقييمات. مهد سليمان 0، عمر جابر 0، الونش 4، حسام 2. مش هتكلم، انا مش هعلق في اي حاجة. ايشو هديله 6 او 5. هو ملوش ذنب، هو ملوش ذنب ان هو يبقى باك بقى، ده ملوش ذنب. هو وينج يمين، انت خليته باك، وكمان عارف ان هو اساسيات المركز اساسا، وبرضه في نفس المشاكل. محمد اسماعيل 0. عندك شحاتة 4، محمد السيد 4 برضو، احمد حمدي 0، سيف الدين الجزيري 0، خوان بتزيرة دول 7. بس هو في يا جماعة لازم يبقى عارف الفرق بين ان هو حتة ان هو يرقص امتى، ويرفع او يباصي امتى، ده لازم. بس هو كان كويس في الماتش قوي، عطى اسيست لاحمد حمدي هدية عشان يجيبها جون، ما جابهاش. وعندك بقى ندي بقى على تبديلات عبد الله السعيد اديله ما لا يقيم بالنسبه لي، ما اقدرش ان انا اقيمه مهما هو عمل. عندك عداد دباغ اديله 5، ناصر منسي اديله 5، بنتايك اديله 10/10. اول ما نزل كان هو من احسن اللعيبه اللي موجوده في الماتش. ويا جماعه كل سنه طيبين، رمضان بيوم الخميس، ورمضان كريم عليكم. خسارة بيكون قبل رمضان، لكن ان شاء الله اللي جاي احسن. ان شاء الله في الدوري والكونفدرالية هنبقى مرشحين جامدين جدا في الماتش، وهنكسب باذن الله. وزيش لايك، اشتراك، سلام.